لما اتكلمنا عن حاجه المطبخ وايه اللي بيتجاب وايه اللي ما بيتجابش وقدرنا نستفاد من الفيديو الاول، تعالوا في الفيديو ده هنتكلم عن حاجات النيش والاطباق اللي المفروض تيجي. بس قبل ما نبدا نعمل لايك ونعمل شير عشان خاطر ناس كتير جدا مستنيه الفيديو ده. يلا بينا. وطبعا الموضوع ده محير جدا لان الاطباق مقسومه عندنا لقسمين، قسم للنيش وقسم للمطبخ. ايه اللي بيجي هنا وايه اللي بيجي هنا وايه اللي ملوش لازمه، ده كله اللي هنقوله في الفيديو ده. طبعا اول حاجه عندنا بتيجي في دماغنا هي النيش. النيش عندنا ليه 3 اطقم اساسيين، ممكن نجيبهم الثلاثه وممكن نجيب منهم طقم او اثنين، ممكن ما نجيبهمش خالص بس نعرفهم بالتفاصيل. اول حاجه في النيش بنجيبها هي الصيني. الصيني يا جماعه في منه طقم كامل وفي منه نص. ايه الفرق ما بينهم؟ ان الطقم الكامل بيبقى او النص بيبقى فيه حاجات مشتركه، اللي هي السلطانيه واللبانه والسكريه والسلطانيه اللي من غير غطا والبراد كمان. طبعا الحاجات دي بتبقى اساسيه في الطقم وفي النص، لكن الحاجات اللي مش اساسيه الاطباق اللي ورا دي يا جماعه والفناجيل القهوه والشاي، بدل ما تبقى ستات بتبقى اتنشرات. طبعا في الوقت اللي احنا فيه الاتنشرات ملوش اي لازمه لانه كتير جدا. طبعا احنا عندنا بعض الاشكال من الصيني هنا اهي او هنا اهي، احنا ما بنعرضهاش كلها رغم ان هي انصاص. يعني احنا ما بنعرضهاش كلها دي. فدي اول حاجه ان احنا بننصح كل الناس ان هي تجيب نص طقم صيني بس، علشان خاطر تكلفته العاليه جدا بالنسبه للطقم، وثانيا عشان خاطر نقدر نجيب جنبه حاجات تانية. ده بالنسبه للناس لو هتعملي نيش. اما بالنسبه للحاجه التانية عندنا اطقم الفطار. طبعا اطقم الفطار دي من الاطقم اللي احنا كمصريين او احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نستخدمها، لان اطقم الفطار دي اصلا المفروض ان هي بورسلين وان هي بتستخدم ان احنا نفطر بيها الصبح وناكل بيها بقى ال الشاي باللبن طبعا احنا ما بنعملش الحاجات دي، احنا بناكل فطار عادي يعني. بس عشان كده دي بنجيبها بنحطها في النيش، وبالتالي بداوا يعملوا منها اشكال وموديلات حلوه عشان خاطر تبقى لايقه على شكل النيش، مش عشان خاطر تبقى لايقه للاستخدام. طبعا بيبقى اي طقم فطار مكون من 24 قطعه، ودي من الحاجات النيش اللي هي ملهاش اي لازمه في الاستخدام. فبالتالي لو احنا مش هنجيبها يبقى احسن، او ان احنا لو هنستغنى عن حاجه نستغنى عنها عادي جدا. اما بالنسبه للحاجه الثالثه هي الاركو بايركس. والاركو بايركس ده انا من وجهه نظري الشخصيه ده طقم نيش. طب ليه طقم نيش وما قلناش انه طقم مطبخ؟ وايه اصلا الاركو بايركس ده؟ الاركو بايركس يا جماعه هو ازاز عادي جدا محطوط عليه طبعه كمبيوتر وبتخش فرن، فالطبعه دي بتثبت عليه من الخارج. طبعا انا بقول نيش لانه طقم مش عملي. هو لو حطيناه في المطبخ هيشتغل، لو حطيناه في الميكروويف هيشتغل، لكن ليه مش عملي؟ لان مع الاستخدام ومع درجه الحراره المتواصله مع الوقت الطبقه الخارجيه دي بتبدا تتاثر فبتتشال. فعشان كده انا بتكلم ان هو مهما كان شكله حلو والوانه حلوه والوانه ملفته عن اي اطقم ثانيه، فبالتالي احنا هنحطه للنيش. فاحنا كده معانا 3 اطقم احنا اتكلمنا عليهم للنيش، وهم الصيني او نص الصيني، والفطار اللي هو اللطم اللي احنا شفناها او الشاي وجاتوه، ومعانا الاركو بايركس. طبعا احنا لو هنستغنى عن طقم في الثلاثه مفيش مشكله، او استغنينا عن طقم او استغنينا عن الثلاثه وبلاش نيش اصلا يبقى افضل. بس احنا لو هنستغنى عن طقم من وجهه نظر نستغنى عن طقم الفطار او الشاي والجاتوه، لان بيبقى فيه زيه في قلب الصيني. اما بالنسبه للاركو بايركس فانا هجيبه في النيش عشان ممكن في وقت من الاوقات استخدمه، بس مش هبقى معتمد عليه في المطبخ بتاعي. ممكن اطلعه لعزومه، ممكن اطلعه، مع ان احنا ما بنعملش الكلام ده قوي. ومجرد ما عندنا حاجه بتتحط في النيش مستحيل تطلع. ده مش عارف، دي عقليات، وانا عندنا كده برضه. يعني تحس ان احنا بنجيب النيش ده مقدس. تعالوا نتكلم عن بقيه الاطباق. اما القسم الثاني من الاطباق وهو حاجه المطبخ، ودي من وجهه نظري هي الاهم واللي احنا ممكن ما نستغناش منها على حاجه. ولما نتكلم عن حاجه المطبخ اول حاجه بنتكلم عنها هي الاركوبال والبورسلين او طقم العشاء. طب ليه احنا بنتكلم على الاركوبال؟ طبعا احنا عندنا اشكال كتير جدا من الاركوبال زي اللي انتم شايفينها ديت، وعندنا اشكال برضو زي دي كده، وفي اشكال تانية كتير جدا. طب ليه الاركوبال عملي عن الاركو بايركس وايه الفرق ما بينهم؟ الاركوبال يا جماعه هو الازاز بتاعه، العجينه بتاعت الازاز ذات نفسها فيها اللون. يعني احنا لما نحطه في الميكروويف او في الفرن، طبعا الاركوبال بيخش فرن بس بيخش فرن تسخين مش تسويه، في فرق طبعا. اللون بتاعه ما بيتاثرش مع الوقت وبالتالي صحي جدا. طقم عملي، طقم الشامل، بيبقى فيه كل حاجه لدرجه انه بيبقى فيه فناجيل قهوه وفناجيل شاي واطباق جاتوه وبيبقى فيه لبانه. طبعا كل ده في طقم الاركوبال، عشان كده انا بعتبره من اللطقم العمليه اللي الوانه ما بتروحش، فبالتالي انا كعروسه ممكن استخدمه في المطبخ. اما بالنسبه للطقم العشاء او اللي هي طقم البورسلين، البورسلين طبعا هي دي الخامه بتاعتها. احنا ليه بنقول عليه طقم عشاء؟ لانه بيبقى طقم في الاغلب بيبقى اطباق بس، بيبقى مكون من 18 طبق، 24 طبق، 28 طبق، في بيوصل ل 33 طبق. بس الشركات بتحب تدلع الكلام، يعني ممكن تحط لنا مش عارف طاسه صغيره، ممكن تحط لنا مجات صغيره، دي بتبقى زيادات، لكن الاساسي بتاعه بيبقى اطباق بس. ليه عملي جدا؟ لانه هو بورسلين وكمان بيخش الفرن وبيتحط على النار، وكمان بيخش غساله الاطباق والميكرويف. يعني طقم بيعمل كل حاجه انتوا عايزينها. فعشان كده هو طقم عملي جدا، طقم حلو جدا، انا بنصح بيه اي عروسه هتجيبه هتحطه في المطبخ. طبعا اشكاله حلوه جدا ومودرن جدا. النهارده بقى في منه اشكال حلوه
بتتحط على جميع الديكورات، بترضي جميع الاذواق. طبعا في منه مستورد وفي منه مصري، انا شخصيا بنصح بالمصري دايما. ده ليه؟ لان كل الشركات بتاعت اللطم ديت من المصري بتديك ضمان. بمعنى ايه ضمان؟ يعني مثلا مش هنذكر اسامي شركات، بس في بعض الشركات لو قطعه او اتنين اتكسرت انت ممكن ترجعي غيرها للبياع ويجيب لك غيرها فري. هي الشركه اللي بتعمل كده، دي حاجه احنا مش بنضيفها او المفروض البياع يفهمها لك، بس طبعا في بياعين بتريح دماغها وما بتقولش الكلام ده. ده بالنسبه يا جماعه قلنا للبورسلين وقلنا للاركوبال. اما الطقم الثالث هو طقم الميلامين. طبعا في ناس ممكن تعترض معايا وتقول لك هو لسه في حد بيجيب ميلامين؟ اه طبعا لسه في حد بيجيب ميلامين، لان شركات الميلامين عارفه التفكير بتاعنا، فبالتالي طورت نفسها بشكل كبير جدا. النهارده عملت الميلامين طبعا بيعمل كل حاجه، ان في جوده من الميلامين بتبقى بيور ضد الكسر وبتخش الميكروويف حلو جدا. زي طبعا عندنا الميلامين الماليزي رقم واحد. رقم اثنين عندنا الميلامين التركي، رغم ان التركي اغلى من الماليزي. طبعا عندنا حاجات من المصري ممتازه زي اكس فورد وزي ميلامين الشريف وزي ميلامين الغرباوي وزي ميلامين الجمل، لان الجمل برضو شركه بدات تحدث من نفسها، وفي بعض الشركات الثانيه حلوه جدا عامله ميلامين احنا ما نستغناش عنه. ليه ما نستغناش عن الميلامين؟ لان طقم الميلامين برضو اشكاله النهارده بقت ترضي كل الاذواق. ثانيا ان هو الطقم كله اطباق بس زي ما انتم شايفين، فبالتالي طقم عملي قوي ده للمطبخ. يعني ما تجيليش عروسه تقول لك انا هجيب ميلامين شكله حلو فاحطه في النيش. يعني مثلا عروسه تيجي تقول لي الميلامين ده شكله حلو اللي هو شكل الخشب او الشكل الاسود، فانا هيبقى لايق مع النيش. لا يا حبيبتي، ده مش طقم انت خروج بتشكليه على مزاجك عشان تخرجي، لا دي حاجه عمليه، فخساره ان احطها في النيش. يا اما ما اجيبهاش، عايزه تجيبي حاجات شبهه فيه في الاركو بايركس او في الفطار او في الصيني. اما بالنسبه للميلامين زي ما احنا قلنا كده، دي بالنسبه لطقم الاطباق. في الجزء الثاني اتمنى ان احنا نعمل لايك ونعمل شير علشان خاطر العرايس بتعجن وهي مش فاهمه هي بتجيب ايه. يعني هي بتروح البياع يرص لها رص تطقم فتشتري وتدفع، هي لا عارفه ده بيتحط فين ولا هي بتقعد تحط على مزاجها. انا شايفه ان ده اسود في بينك فهحطه الناحيه دي، فده اخضر في اصفر فهحطه الناحيه دي، وبتعمل لنا الشقه. لا، في حاجه ابدع عن حاجه، في حاجه بتتحط في المكان ده، في حاجه تستخدم، في حاجه ممكن نستخدمها بشكل غلط تضرنا. احنا مش بياعين بنبيع لك السلعه وخلاص، احنا بياعين المفروض بنوجهك، لان احنا خبره اكتر، لان احنا كل يوم بنبيع. فيمكن تيجي زبونه تقول انا استخدمت الطقم الفلاني فباظ، واحنا تيجي خبرتنا منين يعني؟ هو انا كرؤوف بقعد استخدم كل الاطباق دي؟ لا. عشان كده انا بطلب منكم تعملوا لايك وتعملوا شير عشان خاطر تستفادوا، كل ام تستفاد، كل عروسه تستفاد. شكرا.